يا صباح الفل حبايبي وصحابي، عاملين ايه النهارده؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده انا صحيت الصبح نفسي اكل فطار كده، بس حاجه تكون جديده وغريبه. مش عارفه ايه هي، بس كان نفسي اعمل حاجه غريبه بصراحه. زهقت بقى من الفطار الروتيني بتاع كل يوم، نفس الفطار نفس الاكل. فقلت بصراحه لازم اغير. تعالي بقى معايا اقول لكم على طريقه جديده عملت بيها فطار حلو عجب الولاد جدا، وبصراحه عجبني جدا. وكده غيرنا في طريقة الفطار، وكانت ايه يعني حاجة كده جديدة. تعالي اقولك انا عملت ايه. لو عندك بتنجانية وعندك بضاية تعالي هقولك تعملي بيهم فطار حلو جدا جدا جدا. وممكن تعمليه غدا كمان، وممكن تعمليه في العشاء كمان، حاجة خفيفة وسهلة وبسيطة ومش هتكلفك اي حاجة. بضاية وبتنجانية. قومي بقى يا شاطرة، يلا انتي وهي دوري في التلاجة. لو لقيتي عندك بتنجانية وبضاية زي ما تعودنا، تعالي وانتي بتتفرجي عليا في الفيديو اعملي معايا الطريقة الجديدة ديت. اعمليها بقى، سواء بقى بتشوفيني الصبح اعمليها فطور، لو بتشوفيني الظهر اعمليها غدا، ولو بتشوفيني بالليل ومحتارة تعشي الولاد ايه اعمليها لهم عشوة جميلة كده. هتعجبهم قوي. اول حاجه انا عملتها كده، انا جبت بوله او اي حاجه، طبق يعني اي حاجه. قطعت فيه البتنجان حلقات كده زي ما انتوا شايفين. بصي حاولي ان الحلقات ما تكونش ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، يعني تكون في المتوسط كده، كانك هتعملي مسقعه. قطعتها حلقات كده زي ما انتي شايفه. البتنجانيه بتاعتي بصوا كانت كبيره شويه. انتي لو عندك بتنجانيه صغيره مفيش مشكله عادي، بس انا دي البتنجانيه اللي كانت عندي في التلاجة. انا قطعتها حلقات اهوت خلاص زي ما انتوا شايفين. هجيب دلوقتي طبق فاضي، عشان انا هبتدي اقطع الحلقات ديت. هفرغها من جوه، يعني هاخد قلب البتنجانة وهسيب القشرة اللي هي السودة دي زي ما هي كده حلقات. بصي زي ما انتي شايفة كده انا بقطعها ازاي. انا عايزة يبقى البتنجانية فاضية كده. بصوا انا هاخد الحلقات دي بس. فانا عايزه ايه اطلع قلب البتنجانيه عشان برضه هنعمل بيه حاجه مش هنرميه. خليكي بس معايا لغايه اخر الفيديو عشان تعرفي انا هعمل ايه. وقبل اي حاجه اوعي تنسي اللايك الجميل بتاعك والشير وكومنتاتكم الجميله عشان تقولوا لي اكلاتي بتعجبكم ولا لا، والفيديوهات بتاعتي بتعجبكم ولا لا. اوعي تنسى، انا استنى كومنتاتكم في اخر الفيديو. واوعي تنسي اللايك الجميل وانت بتتفرجي. يلا دوسي دلوقتي، دوسي يلا واعملي اللايك وانت بتتفرجي كده عشان تشجعيني وتنشطيني. بص انا خلاص خلصت كل كمية البتنجان اللي عندي، قطعتها حلقات زي ما انتوا شايفين وفرغتها من جوه. هاخد بقى قلب البتنجان اللي انا قطعته، هقطعه كله عبارة عن مكعبات كده صغيرة. يعني بصي اصغر مكعبات اعمليها على قد ما تقدري، حاولي تصغري في المكعبات. هقطع بقى كل الكمية ديت في قلب البولة دي. هقطعها حلقات كده، قطع كده صغيرة خالص. اعمل كل الكمية بقى، مش هنرمي حاجة، احنا عايزين نستفاد بكل البتنجانية. بصوا انا كده خلاص قطعت البتنجانية كلها، واحط عليها ملح وهركنها بقى شوية على جنب، علشان انتوا عارفين ان البتنجان بينزل مية وبيشرب زيت كتير. فانا حطيت شوية ملح عليها وركنتهم على جنب عشان تشرب من الملح وتصفي مية البتنجان براحتها وما تشربش زيت معايا. دلوقتي انا ركنت بقى خلاص البتنجان على جنب. هجيب بقى بولة كده تاني، هجيب فيها بصلاية قطيتين قرن فلفل. عادي لو انت عندك قطاية واحدة مفيش مشكلة، قرن فلفل مفيش مشكلة، بصلاية وقطاية مفيش مشكلة. احنا بس عايزين نحط مكونات كده تبقى مفيدة وفي نفس الوقت تدي طعم ونكهة للولاد. فانا جبت بصلاية صغيرة وقطيتين وقرن فلفل زي ما انتوا شايفين كده. هقطعهم بقى كلهم. هقطع البصلايه برضو حاجات قطع كده صغيره خالص. على قد ما تقدري حاولي ان القطع اللي بتقطعيها سواء في القوطه فلفل في البصل تكون صغيره خالص. مش عايزينها ايه كده كده، هي هتبقى باينه في الاكله، بس احنا عايزينها برضو تبقى صغيره ما تبقاش كبيره كده، عشان لما تيجي تاكليها يبقى طعمها حلو كده وجميل. انا جبت بصلايه بصراحه كده صغيره، مرضتش اجيبها حتى متوسطه، لا انا نقيتها بصلايه كده صغيره. وقلت بقى ايه اقطعها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها حتت صغيره خالص. وبرضو القطيتين هقطعهم حلقات كده، قطع كده صغيره خالص. وهقطع برضو الفلفل على قد ما تقدري. حاولي ان انت تصغري في القطع اللي انت بتعمليها، سواء بقى البتنجان وانت بتقطعيه او القوطه او البصل او الفلفل. لازم القطع تكون صغيره خالص على قد ما تقدري. بصوا زي ما انتوا شايفين انا قطعت كل حاجه صغيره ازاي. على قد ما تقدري صغري في الحاجه.
طبعا اتأكدي ان قرن الفلفل مش حراق، يعني لو انت عندك الولاد ما بيحبوش الحاجة حراقة اتأكدي ان قرن الفلفل مش حراق. لو انت بتحبي الحاجة مشطشطة وحراقة حطي برضو قرن فلفل حامي، يعني قرن فلفل رومي وحطي قرن فلفل حامي. عايزة تحطي شطة حطي، دي بقى بتاعتك انت، تبلي حاجتك زي ما انت عايزة. انا طبعا ما حطيتش حاجة حراقة عشان زي ما قلت لكم قبل كده انا عندي مالك ما بيحبش الاكل حراق، فانا ما رضيتش احط فيه اي حاجة حراقة ولا حتى احط شطة. انا كده خلصت خلاص الحاجه بتاعتي وقطعتها قطع صغيره. هجيب بقى اتبلها، احط لها بقى شويه توابل كده، ملح وكمون وفلفل اسود والكلام ده. طبعا قبل ما احط التوابل هجيب بقى البتنجان بتاعي اللي انا كنت راكناه عليه ملح، انا مسكته بقى صفيته علشان طبعا كان منزل ميه كتير، فصفيته عصرته بايدي كويس جدا، يعني خليت ما فيهوش ميه خالص عشان ما يشربش معايا زيت. وهقلبه بقى مع الحاجات اللي انا قطعتها، مع الفلفل والبصل والقوطه، قلبتهم كلهم كده مع بعض وخلاص كده ايه اتاكدت ان هما يتقلبوا. ودلوقتي هجيب معايا بيضتين. لو انت عامله كميه صغيره، طبعا انا لما البتنجانه بتاعتي عشان كبيره فانا حطيت بيضتين، انت لو البتنجانيه صغيره وهتحطي قطايه واحده ومثلا قرن فلفل صغير وبصلايه صغيره كفايه عليكي بيضايه واحده بس. لكن طبعا انا عملت بيضتين وعملت بتنجانيه كبيره لان دي اللي كانت عندي في التلاجة، وبصراحه قلت اعمل منها فطار، ولو فضل مثلا الولاد للعشاء او حاجه وحبوا ياكلوا منها تاني يبقى فيه. انا كده خلاص حطيت البيضتين على الحاجات اللي انا قطعتها، البتنجان والقوطه والفلفل والبصل والبيض، وقلبتهم في بعض وحطيت اهو التوابل زي ما انتم شايفين، حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وهقلبهم في بعض كويس جدا. وتعالي بقى دلوقتي اقولك هنعمل ايه. انا دلوقتي رحت على البوتاجاز بتاعي، حطيت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها شويه زيت على النار وسبتهم يسخنوا كأنك هتحمري بطاطس بالظبط. وهجيب دلوقتي معايا الحلقات بتاعه البتنجان بتاعتي اللي احنا ايه عملناها، زي ما انتي شايفه انا رصيتها في الطاسه ازاي. بصوا انا شايفين الزيت، انا هسيبها كده بس ايه تاخد تتبيله صغيره، انا مش هعمل فيها حاجه، انا حطيتها هسيبها بس ايه الزيت يدبل كده البتنجانيه. ودلوقتي جبت بقى المكونات بتاعتي اللي انا عملتها، البيض بقى على القوطه على الفلفل، عايزه اقول لكم جميله جدا. وهبتدي بقى احط كده في قلب البتنجانيه وهي على النار زي ما انتي شايفه كده. عايزه اقول لكم كانت جميله وطعمها حلو، والولاد قالوا لي يا ماما الفطار النهارده جميل وحاجه جديده، بصراحه اول مره اعملها والولاد اتبسطوا منها قوي. انتوا عارفين بحب اعمل معاكم كل حاجه لما بكون لسه بعمل حاجه لاول مره. انا بصراحه ما رضيتش اوريكم البتنجانيه بعد ما قلبتها وحمرتها، قلت هوريها لكم كده في الاخر. انا حطيت بقيت بقى الكميه بتاعتي، طلعت اول مره وبعمل المره التانية اهيت زي ما انتي شايفه. انا بملى قلب البتنجانيه من جوه. هم بصراحة عملوا معايا كذا واحدة وكانت جميلة بصراحة، فطرنا منها. وقلت بقى اسيب الباقي عشان لو الولاد عايزوا في الغدا او حاجة، او مثلا اتغدينا غدا تاني وحبوا في العشاء ياكلوها كده خفيفة وجميلة مش تقيلة خالص وحلوة، والله هتعجبكم او جربوها وابعتوا في الكومنتات قولوا لي عجبتكم ولا لا والطريقة كانت حلوة ولا لا. طبعا انت بتحطيها في الزيت كده، بصوا انا قلبتها اهو على الوش التاني. انت بتحطيها في الزيت واول ما تحسي ان هي احمرت من تحت بتقلبيها على الوش التاني، وتبتدي بقى بعد ما تحمر خالص تطلعي. ما بتاخدش وقت وبتستوي بسرعة وشكلها جميل كأنك بتقلي بتنجان، بس طعمها خطير جدا. شايفين شكلها بعد ما طلعت؟ شايفين جميلة ازاي؟ وعايزة اقول لكم تقدري تعمليها فطار بس ما تحطيش جنبيها اي حاجة، بس انا بصراحة عملت جنبها بطاطس ايه مهروسة. شايفين البتنجانية جميلة ومستوية ازاي؟ بصوا عايزة اقول لكم انا بقطعها لكم كده وهي سخنة، شايفين البخار؟ والله جميلة وخفيفة وعجبت الولاد جدا، وقالوا لي يا ماما كل يوم في الفطار اعمليها لنا. انا حبيت اعمل فطار كده يكون جديد وخفيف وحاجة كده تبقى مختلفة وجديدة عشان الولاد يبقوا مبسوطين. وكمان لما بتقعدي كل يوم تفطري نفس الفطار او تعملي نفس الاكل بتحسي بملل كده، فبتبقي محتاجة التغيير. فبصراحة النهاردة الفطار كان متغير بالطريقة اللي انا عملتها، وزي ما قلت لكم عملت جنبها البطاطس المهروسة وعملتها بالشكل ده كده عشان تفتح نفسنا. وهو ده كان فطوري انا وولادي النهاردة، بصراحة الطريقة كانت حلوة وجميلة. ابعتوا قولولي في الكومنتات، ومع السلامة واشوف وشكم بخير.